لو بتدوروا على وصفة كيك شوكولاتة تعتمدوها وما تدوروش بعدها على أي وصفات تانية، فالكيك دي هي اللي هتعتمدوها بعد كده. وعشان كيك الشوكولاتة لازم تكون متغرقة في الصوص، فحضرت معاها صوص خطير وطعمه غني وفي منتهى اللذاذة واقتصادي كمان في نفس الوقت. واول حاجه هنحضرها هي الكيك، واللي استخدمت فيها كوبايه ونص من الدقيق وثلاث ارباع كوبايه من الكاكاو وكوبايه وربع من السكر، وضفت معاهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ونص معلقه من البيكنج صودا ورشه ملح، ودي كده تعتبر كل المكونات الجافه اللي هنضيفها للكيك. وده نفس خليط الكيك اللي بنشتريه من السوبر ماركت، تقدروا تحضروه في اكياس عندكم في المطبخ وتستخدموه في الوقت اللي انتوا حابين تستخدموه فيه. بعد كده عندي المكونات السائله، بضيف بيضتين. انا هنا كنت ضايفه 4 بيضات لان انا كنت مضاعفه المقدار، لكن انا في العادي بضيف بيضتين. ولو البيض حجمه صغير ممكن اضيف 3 بيضات. بعد كده بضيف معاهم 3 ارباع كوبايه من اللبن الرايب، وبضيف معاهم كمان تلت كوبايه من الزيت، وببتدي ان انا امزج المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. بعد كده بعد ما بمزج كل المكونات مع بعض ببتدي ان انا اضيف عليهم 3 ارباع كوبايه من الميه السخنه المغليه، وبكون مدوبه فيها معلقه من النسكافيه. اضافه النسكافيه اختياريه جدا في الكيك، لو مش حابين تضيفوها تقدروا ما تضيفوهاش، لكنها بتعزز من طعم وريحه كيك الشوكولاته. ولغايه ما بنوصل للقوام ده ببتدي ان انا اصب الخليط بتاعي في القالب او الصينيه اللي انا بكون مجهزاها ليه. بكون اما ان انا رشها برشه من الزبده او دهناها زبده او سمنه المتاح عندكم، وبدخل الخليط بتاعي على فرن بيكون متسخن على درجه واصل لدرجه حراره 180، والفرن بشغله من اول ما ببتدي في تجهيز خطوات الكيك. ببتدي ان انا اشغله واسيبه لغايه ما يوصل لدرجه الحراره المظبوطه، وببتدي بعدها ان انا ادخل فيها الصواني بتاعتي او القوالب اللي انا بعمل فيها الكيك. وعلشان يطلع الكيك كله مستوى واحد ببتدي ان انا اخبط الصينيه تخبيطه خفيفه كده، او تقدروا ان انتوا تمشوا فيها عود من الخله، وبحيث ان هو يطلع متساوي كله بالشكل ده. وبسيب الكيك يبرد شويه لغايه ما بحضر الصوص ده مش بس هتستخدموه مع الكيك، تقدروا تستخدموه مع الوافل والبان كيكس او اي حاجه حابين تستخدموا فيها معاها صوص شوكولاته. وطبعا لازم شويه حوادث كده في المطبخ. واول حاجه هنبتدي اننا نستخدم كوبايتين من الحليب، هنبتدي اننا نضيف عليهم كوبايتين من السكر. تقدروا تستخدموا كوبايه مع كوبايه، انا هنا استخدمت كوبايتين مع كوبايتين، وابتديت ان انا اضربهم مع بعض. طبعا تقدروا ان انتوا تضربوا كل المكونات مع بعض في نفس الوقت، لكن انا هنا كنت مستخدمه سكر عادي، فحبيت ان انا الاول ادوب السكر خالص. بعد كده ضفت معاهم باكيت من الكاكاو الخام، يعني تقريبا 125 وهنا استخدمت النوع ده من الكاكاو لانكم في كل مره بتسالوني على نوع الكاكاو اللي انا استخدمته. كنت مستخدمه نوع الكاكاو اللي هو كورونا، ولو متاح خلاط او ستاند ميكسر او حتى الكبه بيكون افضل من الهاند بلندر، لكن انا كان متاح عندي الهاند بلندر فاستخدمته. بعد كده ضفت معاهم ظرفين او بما يعادل يعني حوالي 5 معالق من اللبن الباودر، وضفت معاهم بس تلت كوبايه من الزيت. بعد كده ابتديت ان انا امزجهم مع بعض كويس جدا لغايه ما اتاكدت ان كل المكونات تدخلت مع بعضها كويس قوي، علشان ابتدي بعدها ان انا اضيف المكون الاخير واللي هضيف على الصوص بتاعي الكثافه والقوام اللي انا هبتدي بعد كده ان انا استخدمه بيه. والمكون الاخير اللي انا استخدمته كان ظرفين من الدريم ويب او الكريم شانتيه، ابتديت ان انا اضيفه عليه وضربته مع بعضهم كويس قوي، وبعد كده دخلته الفريزر لمده نص ساعه لغايه ما وصل للقوام ده. وهنا بعد ما الكيك بتاعي بقى دافي ابتديت ان انا اشيل بس الجزء اللي من فوق ده، تقدروا ان انتوا تحتفظوا بيه لو حابين، بس انا ابتديت ان انا اشيله علشان بس لما اضيف عليه الحليب واضيف الصوص الكيك يتشربه كله كويس قوي. ابتديت بعدها ان انا اضيف عليه حوالي كوبايه من الحليب الساخن، وضفت عليه كمان معلقتين من الصوص، يعني المعلقتين من الصوص دوبتهم في الحليب. بعد كده بقى انزل عليها الصوص. يا جماعه الكيك دي طعمها خطير، وبينزل عليها الصوص كده. ضفت عليها 3 طبقات من الصوص، يعني ضفت الصوص بعد كده ابتديت ان انا اعمل فتحات كده جوه الكيك بحيث ان هو يتشرب اكتر الصوص. ضفت عليها الصوص على 3 مرات، وبعد كده ابتديت ان انا سبته فيها في التلاجة لمده نص ساعه قبل ما اقطعها، بحيث ان الكيك والصوص يمتزجوا مع بعض والكيك ياخد من طعم الصوص قوي، وابتدي ان هو يتشربه كويس جدا. طبعا تقدروا تستخدموا طبقه واحده بس من الصوص، بس انا حبيت ان انا اعمل الكيك يكون غني قوي بالصوص ويكون كده متغرق جوه. طيب لو حابين تحولوا الصوص ده لسبريد او شوكولاته قابله للدهن، بنقلل كميه الحليب اللي في الاول من كوبايه لكوبايه ونص على حسب نوع الكاكاو الخام. بنبتدي بكوبايه الاول، وبدل تلت كوبايه زيت بتكون نص كوبايه زيت، وبتضاف بالتدريج. جربوا الكيك وجربوا الصوص، واكتبوا لي في الكومنتس رايكم، وقولوا لي حابين نعمل ايه في الفيديو الجاي.